بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم متتبعي قناة نور الدين بي سي 90 في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سوف نتعرف على طريقة لتحميل لعبة GTA IFV بحجم 4 جيجا فقط. راسلوني العديد من المعجبين على صفحتي على الفيسبوك يريدون اللعبة بحجم خفيف جدا. كما تعلمون أنا قمت بشرحها من قبل، لكن بعد مراسلتي من بعض المعجبين على صفحتي على الفيسبوك قررت أن أضع لكم اللعبة بحجم خفيف جدا وبحجم 4 جيجا فقط. لعبة GTA IFV كما تعلمون أن اللعبة تمتلك شعبية كبيرة في أنحاء العالم، واللعبة يريد العديد من المعجبين تحميلها، لكن سوف أنصحك إذا كنت أخي تمتلك مواصفات متوسطة وعالية فقم بتحميل اللعبة. فإذا كنت تمتلك مواصفات قليلة فلا تقم بتحميل اللعبة أخي رجاء، فإن اللعبة لن تشتغل معك. لن أطيل عليكم، نذهب مباشرة لأشرح لكم طريقة تحميل اللعبة. إذا كنت تريد تحميل اللعبة فقط قم بالضغط على هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. بعدما تقوم بالضغط عليه مباشرة سوف يأخذك إلى موقع نور الدين للمعلومات. بعد ذلك تقوم بالنزول الأسفل. هنا سوف تجد بعض المعلومات عن اللعبة، وهنا غلاف للعبة، وهنا متطلبات تشغيل اللعبة، وأسفل متطلبات تشغيل اللعبة سوف تجد هذا الفيديو الذي أنت تشاهده حاليا، وأسفل الفيديو مباشرة سوف تجد لتحميل لعبة GTA IFV. اضغط هنا، كل ما عليك فعله الضغط على اضغط هنا. بعد ذلك مباشرة سوف يأخذك إلى موقع الأدي فلاي. كل ما علينا فعله الانتظار لما ينتهي هذا العد التنازلي. بعد الانتهاء نقوم بالضغط على سكيب اد أو تخطي الإعلان. بعد ذلك مباشرة سوف يأخذنا إلى موقع الميديا فاير. كل ما علينا فعله الضغط على الداونلود، وسوف يبدأ معنا تحميل ملف الأوتورنت للعبة. بعد الانتهاء من التحميل سوف يعطيك ملف الأوتورنت، تقوم بالضغط عليه وسوف يبدأ معك تحميل اللعبة من على برنامج الأوتورنت. بعد الانتهاء من التحميل سوف يعطيك مجلد مثل هذا الشكل. الآن نقوم بفتح المجلد ونقوم بالضغط على أيقونة سيت اب مرتين لكي نقوم بتثبيت اللعبة على الحاسوب. بعد ذلك سوف تنبثق لنا هذه النافذة. كل ما علينا فعله الضغط على هذا الاختيار next next next، وننتظر لما تثبت معنا اللعبة على الحاسوب. لا تقلق أخي في اللغة، فسوف تكون اللعبة باللغة الإنجليزية فقط، تثبيت اللعبة يكون باللغة الروسية. ننتظر لما ينتهي تثبيت اللعبة على الحاسوب. بعد ذلك سوف تنبثق لنا هذه النافذة. لا نقوم بالضغط على أي شيء حتى تختفي هذه النافذة. بعد الانتهاء من التثبيت نقوم بالضغط على Finish، وسوف تظهر لنا أيقونة اللعبة على سطح المكتب. نقوم بالضغط عليها مرتين لكي تفتح معنا اللعبة مباشرة. مثلما أنتم شايفين بعدما قمنا بالضغط على اللعبة مرتين فتحت معنا بدون أي مشاكل. ننتظر لما ينتهي إعلان اللعبة. بعد ذلك نقوم باختيار ستارت ونقوم بالضغط على انتر، وننتظر لما تفتح معنا اللعبة نهائيا.
are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is. Liberty City. Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. Own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars. مثل ما أنتم شايفين فتحت معانا اللعبة نهائيا. الآن نقوم باللعب عبر الأحرف الموجودة في الكيبورد، أو إذا كنت تمتلك جهاز سوني مشبوك مع الكمبيوتر تستطيع اللعب به كذلك مثل ما أنتم شايفين. هذا الإصدار الذي جلبته لكم اليوم هو آخر إصدار في اللعبة أو الأبديت. مثل ما أنتم شايفين الصورة واضحة في اللعبة، ليس مثل النسخ الأولى التي تم إصدار بها اللعبة. فاللعبة تشتغل على مواصفات عالية أو متوسطة، فإذا كنت تمتلك مواصفات قليلة فإن اللعبة لن تشتغل معك نهائيا. اللعبة تتطلب مواصفات عالية. نقوم بالطلوع من اللعبة. ولهنا متتبعي قناة نور الدين بي سي 90 قد انتهيت من هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن الفيديو نال إعجابك أخي المشاهد، فلا تنسى إذا كنت أول مرة تشاهد حلقات نور الدين للمعلوميات فلا تنسى الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك في القناة، وكذلك الاشتراك أو الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك نور الدين بي سي لكي يصلك جديد نور الدين بي سي أو لكي تتواصل معي. حالات الدنيا في ربع عشقهم جلسة الأذكار من شالوا جميل.